السلام عليكم. من أعجب ما يكون في هذا الموسم العظيم وفي هذا الشهر المبارك أن كثيرا من الناس يضيعون أوقاتهم في غفلة، في غيبة ونميمة ولهو ولعب ورياضة وأشياء تضيع وقته وتأكل عمره وتضيع بركة هذا الشهر الكريم. لذلك للسان عبادة عظيمة لو طبقها ولا يغفل وهو غفل عنها. عبادة الذكر هذه أجرها عظيم. لذلك يقول محمد بن كعب القرظي: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا عليه السلام. قال الله عز وجل له: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. ولو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص للذين يقاتلون في سبيل الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لذلك لا يضيع وقتك في هذا الشهر الكريم ولا تغفل عن عبادة الذكر. كما قال الزهري رحمه الله، قال: تسبيحة في رمضان تسبيحة واحدة أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. فلا يغفل لسانك عن الذكر، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وجميع صيغ الذكر في هذا الشهر الكريم.